مفاجآت إيلون ماسك لا تنتهي. إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي والملياردير المعروف صاحب منصة إكس الشهيرة، ومفاجآته لا تنتهي بأي حال من الأحوال. آخر أخباره أعلن إيلون ماسك عن إطلاق خدمة إكس ماني للدفع الإلكتروني الشهر المقبل في إبريل المقبل. أعلن إيلون ماسك أن خدمة إكس ماني ده عبارة عن نظام الدفع الرقمي لمنصة التواصل الاجتماعي سيطرح للدفع الإلكتروني الشهر المقبل، وذلك في إطار مساعي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتحويل إكس إلى منصة تطبيق شاملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة أو رئيس شركة تسلا للاستفادة من قاعدة مستخدمي المنصة الضخمة وهم بالمليارات، والتوجه المتزايد نحو المعاملات المالية الرقمية وداخل التطبيق بهدف فتح آفاق جديدة للإيرادات في منصة إكس. ناس بتعرف تجيب الفلوس ما شاء الله. إيلون ماسك قد عقدت إكس شراكة مع شركة فيزا للدفع العام الماضي، للدفع العام المالي العام الماضي، لتقديم خدمات الدفع المباشر لعملاء التطبيق التواصل الاجتماعي. ومنذ استحواذه على إكس التي كانت تعرف مسابقا طبعا باسم تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، روج إيلون ماسك لخطة تحويل المنصة إلى تطبيق شامل بهدف توفير باقة واسعة من الميزات بتشمل البث المباشر والمراسلة والصور والفيديوهات والدفع الإلكتروني. ولكن السؤال، ما هي إكس ماني؟ إكس ماني ببساطة شديدة ده نظام الدفع الرقمي الذي تطوره منصة إكس ضمن خطة مالكها إيلون ماسك لتحويل المنصة إلى ما يعرف بالتطبيق الشامل، يهدف النظام إلى إتاحة وإرسال واستقبال الأموال وإجراء المعاملات المالية المباشرة داخل التطبيق دون الحاجة إلى خدمات خارجية، مستفيدة من قاعدة المستخدمين الكبيرة للمنصة. التقارير أشارت إلى أن الخدمة ستدخل المرحلة إن شاء الله في الشهر القادم، والوصول خلال الأشهر القليلة الماضية، ربما بعد شهرين ثلاثة بعد فترة من الاختبارات الداخلية. كما عقدت منصة إكس شراكة مع شركة فيزا لدعم البنية التحتية المالية لعمليات الدفع داخل التطبيق. إيلون ماسك أفكاره مستمرة من أجل جلب المال وتيسير المعاملات المالية واستغلال منصته الشهيرة إكس أو تويتر سابقا للحصول على المزيد من الأرباح. المليارات بتجيب مليارات، الأفكار بتجيب أفكار، وإيلون ماسك أفكاره متزايدة لا تتوقف. هذا ما أردنا نقوله. شكرا لكم وإلى اللقاء.